ما كانش الحل بتغيير النماذج، هتفضل تعيد نفس الفيلم السخيف بأبطال أقل مهارة، فبالتالي النهاية هتبقى أكثر دموية. فإذا كان ده اللي بيحصل يفتح عينين الناس على إنه لازم نقوي البدائل، لازم يبقى في تقوية للعمل السياسي المدني، حتى والمجال السياسي مقفول دلوقتي هيتفتح غصب عنهم. مش هيقدر، محدش يقدر يسيطر على 90 مليون للأبد. يقدر يسيطر عليهم سنة سنتين بس مش للأبد. لما ينفتح المجال السياسي بحكم الحاجة، بحكم ان هو يحتاج ينفس عشان ما تنفجرش في وشه، لازم تكون جاهز بأفكار بتصورات. هو ده اللي الحركات الشبابية والسياسية لازم تعمله، والناس بتتجاوزه. حتى في ناس كتير من أنصار التيار الإسلامي أدركوا بلاهة موضوع مرسي راجع والانقلاب يترنح، وبدأوا يفكروا في أفكار. طبعا في ناس منهم ممكن يكون بيفكر في أفكار عنيفة، بس في الآخر هو هيقتل مين؟ هيقتل أهله، هيقتل بلده. فبدأ يفكر في أشكال أخرى، وبعيدا عن فكرة جماعة الإخوان والتنظيم السري اللي سقط في العالم كله ولازم هينتهي في مصر مهما حاولوا يمدوه بشكل أو بآخر. ولو هم متخيلين ان هم بديل السيسي يبقوا واهمين.